السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. 4 أسباب خفية بتوقف عنقود البيض فورا عن العمل. والعلاج السحري بقى، العلاج السحري ببلاش، يعني حضرتك كده مش هتصرف أي فلوس خالص، والموضوع هيتعالج معاك ببلاش وبدون أي مشاكل. تمام؟ كل اللي احنا محتاجينه بس ان احنا نركز لحد نهاية الفيديو. العشة انا عارف ان هي كانت عمرانة بالخير، ودلوقتي يا دوب بيضتين في اليوم، يا دوب بيضتين في اليوم. يعني احنا بنأكلهم علف بياض ومظبطين كل حاجة، ومش عارفين بقى ايه اللي بيحصل. تعال اقول لك على كل حاجة. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ويلا بينا ندخل في التفاصيل بتاعتنا بشكل مباشر. جايين نقول لك حاجة بسيطة جدا، ان اللي بيحصل للفراخ بتاعتك في الصيف ده وراه سر علمي خطير جدا، ومعادلة لو حضرتك فهمتها هترجع العشة بتاعتك مصنع بيض من تاني. تمام؟ الصيف والحر هما اهم الاعداء لعنقود البيض، بس مش بسبب السخونية وبس، لا، ركز معايا جدا علشان ايه؟ اثناء الفيديو هقولك على اسرار خطيرة وخفية وصادمة. تمام؟ الموضوع ملوش علاقة بالاكل والشرب، بس هو المتهم الاول الحر، هو اللي بيمتص صحة الفراخ وبيقفل محبس البيض تماما في الصيف، بيقفل محبس البيض تماما في فصل الصيف. ليه الحر بيقفل عنقود البيض؟ تعالى اشرح لك الموضوع بالتفصيل، وحاول تفهم معايا، عشان لما هتفهم التفاصيل دي هتعرف تتعامل معاها. انما تتعامل من غير ما تفهم، اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا ومش مفيد باي حال من الاحوال. الفرخة البياضة كائن حساس جدا. حساس لإيه؟ لدرجات الحرارة، سواء الزيادة أو النقصان. الفرخة ما بتسقعش زينا، لكنها إيه؟ بتتحرر بسرعة الصاروخ، لأن ما عندهاش غدد عرقية تبرد جسمها، والوسيلة الوحيدة ليها هي النهجان. لما الفرخة بتفضل تنهج طول النهار وقت الظهر، جسمها بيبذل مجهود خرافي، وبتفقد غاز ثاني أكسيد الكربون من دمها، والغاز ده هو الأساس اللي الفرخة بتستخدمه علشان تبني قشرة البيضة، كربونات الكالسيوم. يعني الفرخة في الحر حتى لو عندها عنقود مليان، جسمها بيكسل يفرز قشرة البيضة، لأن طاقته كلها رايحة في التبريد، فالعنقود بيريح والإنتاج بيقل تماما. تعال بقى ايه للمتهم الاول الخفي في فصل الصيف. وصلنا للدقيقة الثالثة وسر الصدمة اللي بيغفل عنه 90% من المربين في الصيف: قنبلة الفاش والحشرات الصيفية. الحر يعني موسم انتعاش بالنسبة للفاش والأمل والقراد وكل التفاصيل دي. الحشرات دي ما بتظهرش بالنهار، بتستخبى في شقوق الخشب والحيطة، وأول ما الدنيا تضلم تطلع جيوش من الحشرات تمتص في دم الفرخة الغلبانة وهي نايمة، وهي مش واخدة بالها، أو يفسدوا عليها النوم والراحة، يفسدوا عليها لو هي راقدة، يفسدوا عليها الهدوء والسكينة في العيش. ده كله بيعمل نتيجة قاتلة حضرتك لازم تفهمها علشان تعرف تتعامل معاها. الفرخة بعد المعركة مع الحشرات بالليل بتصحى الصبح عندها أنيميا حادة مجهدة، جسمها ضعيف. غريزيا الفرخة اللي دمها بيتمص مستحيل تبيض، لأن جسمها دايما بيقدم حياتها ونموها على إنتاج البيض. لو عشتك فيها فاش أو حشرات أو أكلت فراخ دهب حتى، مش هيبيضوا بيضة واحدة وهما تعبانين. تمام؟ فقلة سحب العلف في الحر بتبقى شائعة جدا. الفرخة شهيتها بتقفل عن الأكل، وطالما ما أكلتش وجبتها المظبوطة 50 جرام علف 21% بروتين اللي هم بتوع الصبح دول، مش هتلاقي بروتين ولا طاقة تصنع بيهم البيضة أو تكون بيهم البيضة بأي حال من الأحوال. لكن في أسباب تانية برضو بنعملها بإيدينا بتقطع البيض في الأيام اللي احنا فيها، ولازم حضرتك برضو تكون واخد بالك منها، لأنها أسباب كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
مش بس الفاش والنهجان، المية السخنة، المية اللي نازلة من المواسير مباشرة على الطيور. حضرتك بمنتهى البساطة لما بتسيب المية سخنة في السقاية، أو تسيب المية في الشمس، أو تجيب مية أصلا من الحنفية سخنة زي ما هي وتقدمها للطيور، المية دي بمنتهى البساطة الفراخ هترفض تشربها. تمام؟ الفراخ هترفض تشربها مش لأنها مش هترطب عليها. قلة الشرب بيعمل جفاف فوري في المبايض بتاعة الفرخة، فبيخلي المبايض تنشف تماما. ده غير موضوع كتمة العشة والرطوبة تمام بتاعة الفضلات. لو ما بتنضفش تحت الفراخ باستمرار، الحرارة مع فضلات الطيور بتطلع غاز الأمونيا. الكتمة دي بقى بتعمل التهاب رئوي للفرخة، وتخليها تقطع بيض وتجيلها كبسة وتموت، ودي طبعا مشاكل صعبة جدا والطيور مش هتستحملها. تقديم أكلات بقى بتسخن الجسم زي ما علمناكم: تقديم الطماطم أو العيش المبلول وقت الظهرية، ده كله بيتخمر وبيعمل احتباس حراري، وبيوقف الإنتاج فورا. الاحتباس الحراري بيبقى في الهضم في البطن، فبيوقف الإنتاج فورا، ولازم تمشي على جدول للإنقاذ السريع. تمام؟ الموضوع بسيط جدا: الفاش والحشرات، تنظيف العشة بالكامل، ورش الشقوق بدير مطفي أو برماد. ده هيساوي نوم هادئ للفرخة، وهيوفر دم لعنقود البيض، والدورة الدموية هتكون زي الفل وما فيهاش أي مشاكل، والدم مش هيروح هدر لغذاء الحشرات والفاش في العش. برضو بتغير المية باستمرار، وتبرد المية بحتة تلج صغيرة بحيث ان المية تبقى على طول قدام الطيور باردة، ترطب عليهم، درجة حرارتها اقل من درجة حرارة الجو بكتير. ولازم بقى تفتح الشهية بتاعة الطيور، تديهم خضروات تفتح الشهية، تحط لهم أعشاب وتوابل تفتح الشهية. ابعد عن الشطة تماما. لو عايز حاجة تساعد الدورة الدموية عندك زنجبيل، ابعد عن الشطة. تمام؟ عندك قشر بطيخ وبواقي بطيخ وبواقي فواكه في النهار عشان ترطب عليهم مع تغيير المية وتبريد المية. كل ده هيساعد الفرخة ان هي تديلك افضل انتاجية ممكنة حتى اثناء الحر واثناء الصيف. ركز حضرتك في التفاصيل دي كلها وهتوصل للنتيجة في النهاية بنفسك هتوصل لنتيجة، وتشوف النتيجة وتلاقي الطيور بتاعتك ايه في افضل الحالات الممكنة، وتلاقي الطيور وصلت لذروة الانتاج بدون ادنى مشاكل. وفي الاخر ما تنساش تدعي لنا لما تشوف النتيجة. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الحلقات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.